يا اهلا بيك يا صاحبي في فيديو جديد. وحشتني والله. قبل ما نبدأ الكلام في الجد عندي ليك سؤال لولبي كده شاغل تفكيري من الصبح، وعايزك تفكر فيه لحد اخر الفيديو. تفتكر ليه لما النور بيقطع في البيت فجأة اول حاجة بتعملها انك بتجري تدور على الموبايل، مش الشمعة ولا الكشاف؟ اجابة السؤال ده هي سر الفيديو بتاع النهاردة، فخليك معايا الاخر عشان تعرف السر. ندخل في المهم. بص يا سيدي، احنا عايشين في زمن الموبايل فيه ما بقاش مجرد تليفون بنقول فيه الو. الموبايل ده بقى هو عقلك التاني ومحفظتك وتلفزيونك. النهاردة جاي اقولك انه كمان ممكن يكون هو منقذك وحارسك الشخصي. تطبيقات يا جماعة، مش بس تيك توك وفيسبوك ولعب. في تطبيقات بجد معمولة عشان تخدمنا وتسهل حياتنا واحيانا تنقذ حياتنا حرفيا. وانا بصفتي صاحبك اللي بيخاف عليك وما يرضاش ليك البهدلة جايب لك النهاردة تطبيق انا شخصيا بعتبره الرفيق وقت الضيق. التطبيق ده اسمه فلير ميت. فلير ميت دوت ايه حكايته وليه انا عامل الفيديو ده؟ عشانه. تخيل السيناريو دوت المرعب. انت مسافر بالليل على طريق سفر ضلمة، لا قدر الله الكاوتش ضرب او العربية سخنت وقفت بيك في حتة ما فيهاش عمود نور واحد. وطبعا اول حاجة هتعملها هتنزل تشغل فلاش الموبايل، بس الفلاش ده ضوء ضعيف جدا مش بيبان العربيات اللي جاية بسرعة، وده بيعرضك لخطر ان حد يخبطك لا قدر الله. هنا بقى بيجي دور فلير ميت. التطبيق ده باختصار بيحول شاشة موبايلك وفلاش الكاميرا لإضاءة استغاثة قوية أو فلير، زي اللي بتشوفه في الأفلام لما حد بيضيع في البحر. التطبيق بيخلي الشاشة تنور بألوان فاقعة زي الأحمر والبرتقالي، وبترعش بنمط معين بيلفت انتباه أي حد من بعيد، وبيقول للناس حاسب في حد واقف هناك. تعال أشرح لك نستخدمه ازاي صح عشان متحسش انك تايه اول ما بتنزل التطبيق وتفتحه. واجهة التطبيق بسيطة جدا، وده احلى ما فيها انه مش معقد. هتلاقي قدامك خيارات الاشكال والوان الاضاءة، في وضع اسمه ستروب ده بيخلي الفلاش يرعش بسرعة، وفي وضع الشاشة الملونة. الصح ان لو عربيتك عطلت بتفتح التطبيق تختار اللون الاحمر او البرتقالي المتقطع وتعلي اضاءة الشاشة للاخر، وتثبت الموبايل في مكان عالي على العربية او في الزجاج الخلفي بحيث يكون باين للي جاي من وراك، وكده انت عملت مثلث عكس الكتروني يحميك وينبه الناس. طيب، هل التطبيق ده ملاك بريء مفيهوش عيوب؟ لا يا صاحبي، الحلو ما يكملش. انا دخلت قلبت في تعليقات الناس على البلاي ستور عشان اجيب لك الخلاصه من ميزات التطبيق اللي الناس اجمعت عليها ان هو خفيف جدا، مش بياخد مساحه، وسهل جدا في الاستخدام وقت الزنقه. مش محتاج تقعد تدور في قوائم كتير، والوانه فعلا واضحه بالليل. لكن العيوب بقى اللي لازم تاخد بالك منها: اولا التطبيق ده شفاط بطاريه من الدرجه الاولى. تشغل الشاشه على اعلى اضاءه بيسحب الشحن بسرعة الصاروخ، فلو بطاريتك ميتة أصلا التطبيق ممكن يفصل منك بسرعة ويفصلك الموبايل كله، ودي شكوى ناس كتير. كمان الإعلانات، تخيل إنك واقف في نص الطريق وعايز تشغل الكشاف ويطلعلك فجأة لعبة بتقولك حمل الآن. حاجة تعصب طبعا، بس ده تمن إنه مجاني. وده بياخدنا لنقطة مهمة، وهو المطور بيكسب ايه مننا مادام التطبيق ببلاش. بص يا صاحبي، في عالم التطبيقات مفيش حاجة اسمها بوجه الله. المطور بيكسب بطريقتين خفيتين او مش خفي، الاتنين خفيتين، واحدة خفية وواحدة مش خفية. الطريقة الاولى ومكشوفة، وهي الاعلانات اللي بتطلع لك كل ما انت تفتح اي حاجة في التطبيق يطلع لك اعلان. طبعا وانت تشوف الاعلان وهو يقبض دولارات صاحب التطبيق او مطور التطبيق. تاني طريقة والاخطر وهي البيانات. بعض التطبيقات المجانية بتجمع معلومات عن موقعك الجغرافي، اللوكيشن، نوع الموبايل واهتماماتك، وتبيع البيانات دي لشركات الدعاية عشان يبعتولك اعلانات تناسبك. يعني من الاخر، اذا كان المنتج مجاني فاعلم انك انت السلعة او انت الضحية. طيب لو انت مش مرتاح لفلير ميت او حاسس انه تقيل، اعمل ايه؟ انا دايما عندي بديل ليك. تطبيقات تانية زي تطبيق كلور فلاش لايتنج بيعمل نفس الوظيفة تقريبا، او حتى ممكن تستخدم برنامج LED سكلور سكرول اللي بتكتب كلام منور على الشاشة. والنصيحة الأخوية بقى،
خلي معاك دايما في العربية كشاف طوارئ حقيقي بيتشحن، وخلي التطبيق ده هو بلان بي او الخطة رقم 2 لو الكشاف فصل. نرجع بقى للسؤال اللي سألته لك في اول الفيديو، ليه بندور على الموبايل اول ما النور يقطع مش الشمعة؟ الإجابة ببساطة لأن الشمعة مش هتنور طريقك بالجي بي اس، ومش هتطمن أهلك بمكالمة تليفون، ومش هتحول لفلير ميت تنقذك لو عطلت على الطريق. الموبايل بقى هو صندوق العدة بتاع حياتنا الحديثة، عشان كده لازم نهتم بالتطبيقات اللي فيه، ونختار المفيد منها مش بس اللي يضيع وقتنا. يا رب تكونوا استفدتوا. وحافظوا على نفسكم يا رجاله، ومتنساش اللايك الجميل اللي زيك والاشتراك عشان يوصلك كل التطبيقات اللي هتفيدك وتخليك برنس وسط اصحابك. سلام.